اسمعت السيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين الأعزاء، إضرابات الأساتذة تتزايد. إضراب 283 ألف من الأستاذات والأساتذة، هدر ما يقرب من 8 ملايين ساعة عمل إلى حدود الآن في أكثر من 12 ألف مؤسسة تعليمية. المدرسة مغربية مجمدة نوعا ما، تلاميذ كيضيعوا وأساتذة غاضبون وغير راضين على الوضعية ديالهم وغير راضين على المقاربة ديال وزارة التربية الوطنية لمشاكلهم. الدولة كتنفق سنويا على كل تلميذ 9000 درهم، وعندنا 10 المليون ديال التلاميذ في الأسلاك الثلاثة الأولي، الابتدائي والإعدادي والثانوي. وزير التربية الوطنية كيتكلم باش يحاول يبرر الوضعية، لكنه كيرتكب أخطاء كتزيد من التصعيد ديال الأساتذة، وهذا كيوقعوا فيه الكثير من السياسيين، كيبغيو يكحلوها كيعميوها كيف كيقولوا. يعني تكلم وأراد أن يبين أن الوزارة دارت أمور أو أن الوضعية يمكن أن تكون إيجابية بالنسبة للأساتذة، ولكنه ارتكب أخطاء، خاصة لما تكلم على أوراق التصحيح وأنها كتزيد شوية ديال الفلوس للأساتذة، وهذا شيء لا ينبغي أن يقال، لأن هذه الفلوس لا تذكر، يعني ليست شيئا يذكر أمام المطالب ديال الأساتذة. صحيح أن تدبير إرث الماضي صعيب. بن موسى ماشي هو اللي دار التعاقد، ماشي هو اللي دار كل هذه الأشياء اللي كاينة الآن، هو لقاها، بمعنى ورث من حكومة عباس الفاسي والحكومة بن كيران الحكومة العثماني، ورث واحد الإرث ثقيل وصعب ومعقد، ولكن إلى حدود الساعة الوزارة ما قدرتش تعمل التدبير الحكيم باش ترضي الأساتذة وترد التعليم إلى المسار الطبيعي ديالو. والآن كنشوفوا الاحتجاجات ديال الأمهات والآباء وأولياء التلاميذ بدات، بحيث أنهم كيقولوا احنا ماشي شغلنا، احنا ولادنا خصهم يقراو، والمشكل اللي بين الأساتذة والوزارة خصو يتحل، لأن الأساسي هو أن الدراري ما يضيعوش، وهذا منطق آخر. إذا عندنا هذا 3 ديال أنواع المنطق. كاين منطق الوزارة التبريري، واللي ما باغاش تزيد الموظفين وما باغاش تزيد ترفع يعني كتلة الأجور. هذا واضح من السلوك ديال الحكومة، ماشي غير في التعليم، في أمور أخرى كثيرة. المدرسون والمدرسات اللي غاضبين كيبان أنهم سحبوا الثقة ديالهم، ماشي فقط من الوزارة، بل من 4 ديال النقابات اللي وقعت مع الوزارة على النظام الأساسي اللي هو السبب ديال هذا المشكل، لأن المضامين ديالو ما كتعجبش الأساتذة والأستاذات. شنو هي المؤاخذات اللي عندهم على هذا النظام؟ كاين تقريبا واحد 5 الملاحظات أساسية أو مؤاخذات، مع العلم أنه كاينة أخرى كثيرة ما غاديش يمكن نتعرضوا لها كلها، ولكن غناخذوا اللي هي أساسية. المأخذ الأول هو أن هذا النظام الأساسي ما كيجاوبش على السؤال الرئيسي اللي طرحوه الأساتذة المتعاقدون، وهو سؤال الإدماج في الوظيفة العمومية. فالآن كنشوفوا بأن اللي خدامين في التعليم هما 2 الأنواع: موظفون اللي عندهم بوست بيدجيتير في الدولة، موظفون ديال وزارة التربية الوطنية، والاخرين بحال مستخدمون في اطار الاكاديميات. وهذه الوضعيه ما كتعجبهمش، كيعتبروها ما فيهاش ضمانات ديال المستقبل. الدوله كتعتبر ان الكونطرا بحاله بحال التوظيف، ولكن بالنسبه للاساتذه كيعتبروا انه لا شيء مضمون مع هذه الوضعيه الهشه. ولهذا كيقولوا بان النظام الاساسي بما انه ما كيجاوبش على الادماج في الوظيفه العموميه، اذا فهو قاصر على بلوغ المرامي ديالهم. المأخذ الثاني هو كيتعلق بالترقية خارج السلم. فيهم اللي كيشوف أنه غادي يدوز حياته كلها في التعليم وما غاديش يوصل لهذه الترقية، نظرا للتعطال اللي فيها، ونظرا أيضا لأن ما باينش بوضوح الحق ديال رجال ونساء التعليم في الترقية خارج السلم. وكذلك كيطرحوا مشكل الترقية بالشهادة، باعتبار ان اللي عنده دكتوراه مثلا، هذيك الدكتوراه كيعتبروا انك تاهلوا باش يترقى
ولكن الوزاره كتقول لا، ضروري من المباراه. الاساتذه كيقولوا الا كانت عندي الشهاده علاش غنجتاز مباراه؟ وهذا النقاش كيستمر. المأخذ الثالث هو التمييز في التعويضات، وهذا شيء غير مقبول، غير مقبول. أقبح شيء هو التمييز، وحنا حياتنا كلها وحنا كناضلوا ضد التمييز. تكافؤ الفرص بين الجميع والمساواة بين الجميع شيء أساسي. ما خصش يحسوا أساتذة وأستاذات بأنهم مظلومين لأن شي حد أحسن منهم وهما كيديروا نفس العمل. هذا غير مقبول. ولهذا تعطى تعويضات لبعض الأطر وما تعطاش للأساتذة، هذا شيء غير مقبول، والوزارة خصها تراجعه. كذلك ما يتعلق بالزيادة، الحكومة سبق أنها وعدت المدرسين والمدرسات باش غتزيد لهم في الأجور، لكن في هذا النظام الأساسي لا توجد زيادة، ومع وجود اقتطاعات من المنبع. الأساتذة كيتم الاقتطاع لهم من النبع، وزيادة ما كايناش. إذن كيبقاو كيعتبروا أن الغلاء اللي كاين الآن، ظروف الحياة الصعيبة اللي كاينة الآن، ما بقاتش كتسمح لهم يعيشوا عيشة كريمة، مع العلم أنهم كيمارسوا أقدس وظيفة في الدولة، وهي التربية والتعليم. ولهذا كنلقاو أن اليابان كتعطي واحد الأجر كبير للمدرس، لأنها كتعتبره كيمارس أقدس وظيفة وأعظم وظيفة في الدولة، وهي إعداد الأجيال ديال المواطنين ديال المستقبل. ثم كيعتبروا كذلك مأخذ خامس أن النظام التأديبي مجحف، فيه الحرمان من الحركة الانتقالية وفيه الحرمان من الترقية، وهذا شيء قاسي عند الأساتذة. الأساتذة كيقولوا أن كاين أقسام مكتظة فيها 45 48 تلميذ، وأن عندهم أقسام كثيرة، وأن هاد الصعوبات ديال المهنة زادت، ولهذا خصهم مقابل هذه الصعوبات خصهم وضع اعتباري اللي كيليق بالمهمة ديالهم. بطبيعة الحال الصورة ديال المدرس في المجتمع تهتز بالفعل، ومسؤولية الوزارة هي رد الاعتبار للمدرس، لا من خلال الوضع الاجتماعي ديالو، ولا أيضا من خلال الدور يعني ديالو المعنوي الكبير اللي هو دور المربي. هذا النقاش كله كيغطي على مسألة كنعتبرها أنا أساسية جدا، وهي اللي كنا خصنا نكونوا فيها الآن كنناقشوها، عوض ما نرجعوا للترقية ونرجعوا للزيادة. كان هذه المشاكل كان خصها تسوى، والوزارة ما كانش خصها تخلي هذه المشاكل تبقى، خصها تلبي مطالب الأساتذة، لأن ما كاينش مخرج آخر، لا يوجد مخرج آخر. هذا النظام الأساسي خاصو يتسحب ويتعاود، وتكون فيه الأمور اللي كتفق فيها الأساتذة مع الوزارة، واللي كتضمن لهم الكرامة ديالهم. شنو هو النقاش اللي أنا كنت باغي نوصلوا له الآن، عوض ما نبقاو في هذا الشيء اللي كان خصو يتسوى منذ سنوات؟ خاصنا ننتقلوا للمستوى ديال تكوين المكثف للمدرسين، لأن هذه النقطة أنا بالنسبة لي أساسية، جات في النموذج التنموي الجديد. ولكن باش ندوزوا للتكوين المكثف للمدرسين، خص المدرسين يكونوا مرتاحين، خصهم يشعروا بأنهم في وضعية سليمة باش يكون عندهم إقبال على التكوين، وباش الأداء التربوي والبيداغوجي ديالهم يكون أفضل بكثير. لأنه كاين فعلا عندنا بزاف ديال الأساتذة والأستاذات التكوين اللي تلقاو ماشي كافي باش يمارسوا وظيفة بيداغوجية ديال التربية داخل الأقسام. التكوين للتعليم شيء آخر، ويمكن لك تاخذ دكتوراه في أي تخصص، ولكن باش تدخل القسم وتقري هذه مهارة وخاصها تكوين، وخاصها كثافة ديال التكوين، لأن فيها منهجية، فيها رؤية، فيها سلوك، فيها مجال لفظي عاطفي أيضا بين المدرس والتلاميذ إلى غير ذلك. ولهذا أنا أتأسف على أن الوزارة يعني تمارس هذا النوع من التجاهل ديال المطالب ديال الأساتذة، وكنتمنى أن هذه المطالب تتحقق. ولكن في نفس الوقت كنتمنى أن الوزارة ووزير التربية هو بنفسه اللي كان رئيس ديال اللجنة النموذج التنموي، وهو عارف هذا المعطى الأساسي، وهو الرفع من مستوى الأساتذة والأستاذات ديالنا بدورات تكوينية مكثفة، وباش يخوضها باقتناع وباقتدار وبرضا،
لا بد من أن الوضعية ديالهم ما تبقاش موضوع ديال تصادم وصراع مع الدولة.